أهلا وسهلا بكم أعزائنا متابعين سعودي هورس. انتهى قبل قليل الشوط التأهيلي الأول لنهائي درع الاتحاد السعودي الفروسية الذي سيقام بإذن الله يوم السبت القادم. ضيفي الآن هو المصمم الدولي الأستاذ منصور المقاطي، وهو المصمم المعتمد لهذه البطولة. قام بتصميم شوط التأهيلي الأول لنهائي الدرع، ولديه تصميم نهائي الدرع بإذن الله يوم السبت القادم. الأستاذ منصور المقاطي نرحب فيك في سعودي هورس. حياكم الله. الله يحييك أستاذ منصور. شفنا اليوم كورس كان ممتع، نظام الشوط كان نظام سرعة، فكان يعني الفرسان اللي مشارك بجوادين نافس بجواد، وبجواد حاول انه ينتهي من المسلك بدون استبعاد ليتأهل الغدا ومن ثم نهائي الدرع. كيف شفت يعني مستويات الفرسان، خاصة يعني ما شاء الله انت مصمم مخضرم في هالمجال، واعتقد انك تقدر تقيم مستوى الفرسان من اليوم الاول. كيف شفت مستوى الفرسان بالنسبة لنهائي درع راح يقام باذن الله يوم السبت؟ والله اليوم هو شوط السرعة، وكان الشوط تأهيلي لشوط بكرة، لكن حقيقة بكرة حيبان الشوط الثاني، حيبان المستوى الطبيعي للفرسان، لأن أغلب الفرسان اليوم كانوا راكبين على نظام السرعة، ونظام السرعة يختلف عن نظام التأهيلي البكرة. بكرة حيكون في التكنيك غير، وهو المؤهل فعلا للكاس، واللي على ضوءه يتم بناء الفاينل على بكرة. اليوم هو شوط سرعة، وشوط السرعة حقيقة له مواصفات خاصة، في خيارات كثيرة لأنه الزمن هو الفيصل فيه، وكان في تكنيك، والمستوى حق الفرسان حقيقة يبشر بتصميم نهائي ممتاز. نتمتع جميعا بمشاهدة الفاينل بالمستوى اللي اليوم طلع بالبطولة. جميل. أستاذ منصور، بحكم خبرتك أسماء ترشحها لنيل درع الاتحاد؟ والله أسماء محددة أكيد أنه بيكون عبد الله وخالد العيد من ضمن المرشحين، لكن في فهد الجعيد وفهد العيد أيضا، وبقيت بعض الفرسان، لكن الأربعة ذولي هم تقريبا اللي منافسين على الأول. جميل، كل الشكر لك أستاذ منصور. الله يطول عمرك. أنا بنطول عليك، الساعة الآن 1 في الليل، تأخرت الأشواط اليوم، وإن شاء الله عندنا موعد بكرة مع 3 أشواط اللي هي شوط الدرع التأهيلي الثاني والشوط أقل من 4. شكرا لك أستاذ. حياكم الله يحييك. شكرا لك أستاذ. هذا كان حديث الأستاذ منصور المقاطي. طبعا أشواط اليوم كانت ممتلئة بعدد الفرسان، انتهت قبل قليل، الساعة الآن 1 بعد منتصف الليل. نلقاكم غدا بإذن الله في لقاءات وتقارير حصرية، ولكم أيها المتابعين متابعين سعودي هورس تصبحون على خير.